شهد حفل جاي ووردز ظهور عدد كبير من نجوم العالم، وهي الحفلة اللي حضر فيها عدد كبير من الفنانين واللي خطفوا الأنظار بإطلالاتهم من وقت ما شاركوا لقطات الحفل. وكان من أهم وأجمل اللحظات اللي حصلت في الحفلة هو ظهور النجمة القديرة نجاة الصغيرة بعد اختفاء دام سنين طويلة، وظهر كمان شيرين عبد الوهاب بلوك رائع وكأنها بتعلن عن رجوعها تاني للحياة. وكان من ضمن اللحظات المؤثرة هو حضور محمد إمام ورامي إمام واللي استلموا جايزة النجم القدير عادل إمام. وخلال الحفلة أعلن رامي ابنه الكبير عن اعتزال النجم عادل إمام بشكل غير رسمي، وظهر على الحاضرين وقتها الحزن الشديد. ومن ضمن المواقف المؤثرة كمان هو تقديم فنان العرب جائزة أصالة، واللي قالت أنا بشارك الجائزة دي مع الجميلة أنغام لأنها تستحق أكتر من كده. ويعتبر دي كانت أول مرة تظهر أصالة وتتكرم في حضور طليقها المخرج طارق العريان، واللي استلم هو كمان جايزة عن فيلمه الجديد أولاد رزق. ومن اللحظات العاطفية كانت من الفنانة نجوى كرم واللي استلمت جايزتها وأهدتها لوطنها لبنان. كما ظهر الفنان السعودي علي المدفع بعد فقدانه البصر واستحالة من الامتنان واللي ظهرت على جميع الحاضرين. ومن المواقف المؤثرة أيضا هو بكاء النجمة منى واصف أثناء استلامها جايزتها، واللي بكت وهي بتعبر عن مدى اشتياقها لوالدتها. وختامها مسك، واختتمت الحفلة بغناء النجم القدير عمرو دياب واللي قال أنا هغني على طول علشان ما بعرفش أتكلم.